يا دكتور لو ابني وقع على سنته واتكسر نعمل ايه؟ طيب، ده موضوع كبير جدا. يعني موضوع شرحه كتير قوي. لان في اسئله تحتيه كتير قوي، بس خليني اختصر لك على قد ما اقدر واحاول افهمك. طبعا من الحوادث الدارجه في العياده الاطفال اللي دايما يحصل لهم حوادث فيقول لك انا ابني وقع على سنته واتكسرت. اهم سؤال بساله او اول سؤال بساله، هو الطفل عنده كام سنه؟ لان من خلال سن الطفل اقدر احدد اذا كان مثلا ايه السنه لبنيه ولا السنه دايمه. هل هو قرب من سن التبديل ولا ما قربش من سن التبديل؟ هل السنه الدايمه الجدر اكتمل نموه وقفل ولا لسه ما اكتملش نموه؟ ده سؤال. طب افرض الطفل اتخبط، ايه اللي حصل للسنه؟ هل السنه طلعت لفوق في العظم جوه العظم ولا نزلت لتحت؟ ولا دخلت لجوه في سقف الحلق او عند اللسان ولا خرجت لبره من ناحيه الشفه؟ ده سؤال تاني. ولا هل السنه طلعت كلها ككل في ايدك، طلعت كلها في ايدك كده من السوكت بتاعها؟ طب لو احنا اتكلمنا عن الكسر مثلا، هل الكسر بالطول ولا الكسر بالعرض؟ وهل الكسر موجود في راس السن اللي هو الكراون ولا موجود في الجدر؟ وموجود في انهي زاويه من الجدر او انهي ليفل من الجدر؟ شوف كام سؤال بساله. فالموضوع كبير قوي، فخليني برضو ايه يعني عشان اختصر خفيف كده نبدا واحده واحده. انا مثلا لو عرفت سن الطفل والسن مثلا ايه حصلت لطفل صغير قبل سن التبديل، سنه لبنيه، والله السنه اللبنيه القريبه من سن التبديل سواء اتكسرت سواء طلعت كلها او سواء مثلا اضطرينا نخلعها، انا ما عنديش منها مشكله خالص. ايا كان الكسر في السنه اللبنيه ده لو حصل لطفل قرب يبدل انا بخلعها، ما عنديش اي مشاكل منها خالص. ولو طلعت كامله انا ما برجعهاش في مكانها، خلاص بتترمي، لان خلاص ده سن التبديل، بخاف ان انا ابوظ السنه الدايمه بعد كده. طيب افرض احنا عندنا مثلا طفل صغير شويه سنتين واتخبط، حصل فيه كسر او حصل السنه طلعت من مكانها او ايا كان، خلاص احنا اتفقنا حته لو طلعت من مكانها ده منتهي. افرض حصل كسر في السنه، طب احنا ساعتها على حسب الكسر نفسه هينفع يتعالج بحشوات ولا لا؟ ولو هينفع يتعالج مثلا او ما نخلعوش، هل الطفل ابو سنتين ده هيقعد على كرسي الاسنان ولا لا؟ يعني انا الطفل مثلا عنده سنتين صعب انك تقعده على كرسي الاسنان تاخد له اجراء مثلا سواء حشو او خلع السنه المكسوره، فساعتها هل هناخد اجراء بنج كلي ولا لا؟ الموضوع برضو محتاج تقييم. ده مثلا. بس ايا كان في السن اللبني اللي هو من قبل التبديل العلاج بيكون سهل، لان خلاص مش خايف من السنه اللي اتكسرت او اتخلعت، لان كده كده هيبدل قريب ان شاء الله. طيب لو جينا نتكلم في السنات دايما، طفل مثلا عنده 6 سنين او 7 سنين، السنه مثلا حصل انها اتكسرت، طيب والله الكسر بتاعها ده لو ينفع انها تتعالج بحشوات هنعالجها. طيب لو هي مثلا هتتعمل حشوات عصب، هل الجدر اكتمل نمو ولا لا؟ فهنا هنعمل ايه؟ والله انا بالنسبه لي لو السنه مكسوره كسر سطحي ممكن نحشيها حشو سطحي، مفيش مشكله. طب افرض مثلا السنه اتكسرت كسر مثلا هضطر نخلعها، مش هينفع تتعالج، ودايما ساعتها بضطر اخلع السنه، وبنعمل حاجه تعويضيه مؤقتا، تركيبه متحركه مؤقتا بتكمل مع الطفل لسن 17 سنه كمنظر جمالي فقط عشان المدرسه والتنمر واصحابه والجو النفسي للطفل، لحين لما يتم سن 17 ساعتها بنعمل بقى ايه، يا اما زراعه يا اما تركيبه ثابته على حسب. طب معلش نقطة صغيرة بالنسبة للطفل الصغير قوي، لو اضطرينا مثلا نخلع السنة ولسه التبديل ما جاش، ممكن نعمل ايه؟ برضه في حاجات تعويضية بنعملها مؤقتا للطفل، تركيبات معينة بطرق معينة، ديزاينز كتيرة بقى، بحيث انها ايه كناحية نفسية للطفل عشان لما يخش المدرسة ما يبقاش فيه اي مشاكل نفسية معاه، وتسهل معاه في الاكل وهكذا. طيب لو احنا عندنا طفل مثلا سنته اتكسرت ولسه الجدر ما اكتملش نموه، عنده مثلا 7 سنين، فكره الجدر ايه؟ انت لما تيجي السنه بتطلع الراس الاول، بعد كده الجدر بيتكون جزء في جزء جزء في جزء لحد ما يكمل. طيب انا لو عندي الضرس اللي جدر اكتمل نموه، خلاص بنعمل حشو عصب للطفل وبيكمل عادي بسنته مع المتابعه لحد ما يتم سن 17 بنركب له كراون بعديها او طربوش يحميها. طب لو الجدر ما اكتملش نموه، انا مش عارف اعمل حشو عصب، ساعتها بنحط مواد معينه لوقت معين بطريقه معينه بحيث انها بتحفز اكتمال نمو الجدر وما تخليش يحصل التهابات عصب بصوره مؤقته لحين اكتمال نمو الجدر عشان نعمل حشو عصب بعد كده. ثم بنركب الطربوش بعد كده في سن 17 سنه. طبعا الموضوع كبير قوي فانا حاولت المه قد ما اقدر، فانا بختصر من الموضوع اللي هو ايه تقييم الحاله، لازم انا اقيم الحاله عشان اقدر احدد العلاج المناسب للحاله. اهم نقطه بقى اللي ممكن تحصل دي برضو ملحوظه مهمه جدا وانا باكد عليها قوي، السنه الدايمه لو طلعت كامل، طلعت اتفكت في ايدك كامله كده، ايه اللي ممكن نعمله بقى؟ ده اهم سؤال بالنسبه لي، ودي بتحصل كتير جدا. انا عندي طفل عمل حادثه طلعت السنه الدايمه اللي اتبدلت كلها كامله في الارض، طب نعمل ايه؟ اول حاجه على الام او على الواحد اللي موجود في مكان الحادثه يمسك السنه من راس السنه، الجزء ده مش من الجدر بتاع السنه، الجزء المكشوف من السنه في الوش، بنمسك منها السنه كده، لان الجدر بيكون فيه خلايا معينه، الخلايا دي هي اللي بتساعد على الالتحام ما بين السنه وما بين عظم الفك، فيفضل ما يمسكهاش منها عشان ما ياثرش على الخلايا دي، لازم يمسكها من راس السنه.
واسرع طريقه واسهل طريقه تتحط في كوبايه لبن. الام تمسك السنه اللي وقعت من الطفل تتحط في كوبايه لبن، من راس السنه في كوبايه لبن، وتروح للدكتور خلال ماكسيمم ساعه، بالكتير قوي ساعتين، ساعتين ده كتير كمان جدا. فخلال ساعه تكون الام وصلت للدكتور عشان يقدر الدكتور انه يعالج السنه. بنرجعها في مكانها تاني، بنثبتها بطريقه معينه، ثم بنقوم بالعلاجات المناسبه على حسب تقييم الحاله. طيب لو في ست بروفيشنال اكتر او محترفه اكتر او قلبها جامد اكتر، ممكن تعمل ايه؟ لو السنه وقعت منها في الارض، ممكن تغسلها لمده 10 ثواني تحت ميه الحنفيه، وهي ماسكاها من راس السنه مش من الجدر، تحت ميه الحنفيه لمده 10 ثواني. ولو قلبها جامد ممكن ترجع السنه في مكانها في السوكت او مكانها في العظم، وتخلي الطفل يعض عليها بالقطن او بشاشه لحد ما توصل للدكتور في اسرع وقت خلال ساعه، مش تجي لي بعدها ب6 ساعات او تاني يوم، لحين احنا ناخد الاجراء المناسب للحفاظ على السنه. اذا اهم حادثه ممكن بتحصل ان السنه وقعت كامله، مجرد الست لو خدتها وقلبها مش جامد ما رجعتهاش في مكانها، تحطها في كوبايه لبن لحد ما تروح لدكتور السنان. عشان كده بقول لك اتمنى اكون انا جمعت الدنيا، الموضوع طويل قوي، فعلى قد ما اقدر اختصرته للناس.